يا مرحبا. مرحبا. ايوه، اسمك؟ عبد العزيز توفيق. يا هلا عبد العزيز، كيف الاحوال وكيف اجواء رمضان؟ حسينا بخير والله، كلنا تمام. تمام. طبعا عبد العزيز من لعابة الببجي، تلعب الببجي كل يوم؟ كم أيوة. تلعبها وقت؟ 6 ساعات. كم؟ 6 ساعات. 6 ساعات. والقرآن وش عاد مخلي له بالصيام؟ الباقي. رمضان ليش ما تقرأ قرآن؟ لو قلنا لك توصل رسالة للمشاهد الكريم، وش الرسالة اللي بتوصلها؟ انه يحافظ على صلاته ويصوم سواء نفس الناس، بلا سب ولا لعن. طبعا ما شاء الله، صفقة يا شباب. تحية. كيف قلت النصيحة؟ انه يصوم بلا سب ولا لعن. بلا سب وبلا لعن. طبعا عبد العزيز فاز معانا في ويش؟ آية الصيف. ايوه، آية الصيف. آية الصيف. كيف لما ربحت الجائزة هذا؟ لما ربحتها انت ارسلتني وانا في جاوب. وش شارك؟ في مسابقة في اليوتيوب. في اليوتيوب. في تعليق. ايوه. وش الشروط؟ الشروط انك تسأل سؤال واحنا ندي الجواب. بس سؤال وتضع الجواب؟ ما عاد شي لايك؟ لا، ولايك اشتراك. والفيسبوك يشيل كم؟ ل5 أشخاص. ما هي آية الصيف؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك وليس له ولد وله أخت لها نصف ما ترك. تحية يا شباب، تحية أبو عينها، وهذه جائزة يستحقها. تحية يا شباب من المتفوقين. طبعا عبد العزيز من الطلاب المتفوقين، وهذا الجائزة. سؤال توجه للمشاهد. سؤال؟ أيوه. الله، كم عدد أركان الصلاة؟ كم عدد أركان الصلاة؟ شكرا عبد العزيز. مشاهدينا الأكارم، انتقلنا للفقرة الثانية، فقرة مواهب على الماشي. التقينا اليوم بشخص وطفل جميل ما شاء الله تبارك الله. اسمك الكريم؟ أبو بكر عبد الناصر قاسم محمد العاتري. يا هلا أبو بكر العاتري. طبعا بني العاتري كلهم مواهب. أحمد العاتري أخوك؟ أيوه. وش يعمل أحمد؟ معلق كرة قدم. معلق كرة قدم. وأنت وش معك من موهبة؟ قرآن، نشيد. قرآن ونشيد، ما شاء الله تبارك الله. صفقة للولد أحمد. عبد الناصر العاتري. سمعنا أول قرآن يا عاتري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. أحسنت ما شاء الله تبارك الله. ونشتيك تجي تسمعنا نشيد إذا أنت تحفظ. نشيد. يلا. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا وأتيت إلى حبيب أهدأ يا قلبي ورفقا. صلي على محمد. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تألق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ يا محمد. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. صفقة يا شباب. هذا الموهبة. الله عاد في حاجة معانا، أي حاجة، تعليق، تقليد، أي شيء نختم بها للمشاهد الكريم. على غزة. على غزة. أغنية. قلبي يا ناس على غزة
يميني مرجع لو الحدود جنبي يميني مرجع. صفقة تحية اليوم موهبة بمعنى الكلمة. أفضل موهبة تصورها شاشتنا كان العاتري. اسمك؟ أبو بكر عبد الناصر. أبو بكر عبد الناصر، ونسلم له جائزة رمزية لأبو بكر. تحية يا شباب، تحية يا شباب. مبروك عليك. رسالة توجهها للمشاهد. رسالة وجهها للمشاهد، شكرا له على التصوير وشكرا للبرنامج هذا. العفو منك. ومشاهدينا متابعين الأعزاء خلوكم معنا. يا هلا يا أبو أسماء. الله يحييك ويبقيك، هلا وسهلا بكم، نورتوا شرفتوا. الله ينور عليك. اليوم التقينا بنجم إعلامي نقل قرية بني قيس خصوصا وربيعتين عموما. حياك الله. الأخ أبو أسماء الشاعري، طبعا من أفضل الصفحات في المنطقة. وأيضا صفحتك فوق راسي. اليوم احنا في بيار، نحن في قرية بني قيس، وهنا أيضا توجد بير العنب، وأيضا توجد هنا على يسارنا بير البقيلة، تمام، وهن من عهد الدولة القتبانية. من عهد الدولة القتبانية. نعم، من عهد الدولة القتبانية. بير العنب والبقيلة وبير ذا الدليل والقرينة. الآبار المدورة كلها والضيقة هي من عهد الدولة القتبانية. أما المفتوحة فتحة وسيعة التي توجد في 200 هذا فهي من عهد الدولة الطاهرية، مثل بير عامر وبير واسمها الجديدة العليا والسفلى وبير ذا القدر، وهذا غيرهن. بيشغلها نعم. مطالع البير. هذا بير البقيلة. خل احنا نشرح للمشاهدين كيف بيشغلها. نتكلم على الكاميرا. أيضا الأخ عامر محمد صالح موسى يقوم الآن بتشغيل المضخة. الآن يقوم بتجهيز الماكينة، تمام، وتربيطها، ثم بعد ذلك ايش يعبيها بترول ويفقد الزيت حقها، ثم بعد ذلك يشغلها ويعبيها ما قبل ما ينزلها لكي ايش تقلب. إذا نزلها بدون ماء فلا يمكن أن تطلع قطره ماء. بس يعني ما ينزلهاش لا نازل؟ لا، لازم لا نازل ينزلها. أنا قلت إنه بيشغلها من خارج. لا، لازم ينزلها لا نازل. أيوة، ينزلها وبعد ذلك تقلب على طول. تسووا من فوق خيط، تسحب الخيط تشتغل وهي نازل. نعم نعم. لأن هذا يؤدي ممكن بحياة الشخص. لكن شوف هذا وش هذاك المكاين الديزل. الديزل لازم تنزلها. بس كذا الحين اشتيك تدي لنا زوامل، اشتي هذا الظرف فارس. زوامل شان ديكم زوامل من حق جدي يحيى صالح الله يرحمه. وهذا الزمل الأول ذي قال فيه، قال شعشع الفجر والتاح الشفق، هز طوفان فالبحر الغريق، والفلك دار كفوا يا سرق، والسلام يبس كل ريق. وأيضا قال في الزامل الثاني، قال سلام ما فذت وفالأرض برجت، عديد ما ظلت في الجو المثار، والأرض حمراء والقيامة قاربت، والموت لا يجزع في الدنيا جهار. وأيضا قال في شعر زامل ثالث، قال بارق برق دق الحيد لما اشتق، وشل السرق ذي في اليمن كله، والأرض حمراء والسماء تعلق، وابن السلام جهز القوة. وأيضا قال في زامل ثاني، تمام، قال سلام مني 100 مليون تصرف شيكات ولا نقود، والمعركة حلقت في مصر تاريخ 7 بين العرب واليهود. هذا وسلامة. مع الزوامل كثير بس احنا ما جهزنا الوقت ورمضان وجينا له بالمصادفة أبو اسماء. نعم حياك الله، أهلا وسهلا، نورتوا وشرفتونا، أهلا وسهلا بكم. الله ينورك إن شاء الله. وهذه الجائزة الرمزية نقدمها لك أستاذ أبو اسماء، وشكرا لهذا الاستقبال وحفاوة الاستقبال. الله يحفظك إن شاء الله.